السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام. كشفت مصادر عن كواليس جديدة في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمعاقبة النادي الأهلي السعودي بالمنع من التسجيل لفترتين بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات بقضايا متعددة. وقالت المصادر لسبورت 24 إن قرار المنع من التسجيل صحيح، ولكن إذا صدر قرار الفيفا بعد تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي مع الصفقات الجديدة سيتم تسجيلهم لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل، حيث إنه سيتم حينها استخدام الإجراءات الوقائية. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم سيشكلان لجنة للتحقيق مع مسير النادي الأهلي السعودي بسبب العقوبة التي أصدرها الفيفا بحرمانه من التسجيل فترتين. وتابعت المصادر بأن إدارة الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ ستعقد اجتماعا للنظر في القرار الذي تلقته من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنها ستصدر ردا على هذا القرار. وكان القانوني أحمد الشيخي أوضح عبر قناة SSC الفيفا عاقب الأهلي رياضيا ومنعه من التسجيل فترتين بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات بقضايا متعددة، من ضمنها قضية التونسي حمدي النقاز، مضيفا أن القرار جاء بسبب قضية لويس جربان الذي لم يدفع له الأهلي بسبب عدم قدرته على إتمام التحويل البنكي. وواصل: العقوبة التي صدرت ضد الأهلي هي نفس العقوبة التي صدرت ضد الهلال بقضية محمد كنوه. منع الأهلي فترتين هو عقوبة رياضية ولا يلغى بالسداد.